لقمان الفيلي دبلوماسي وسياسي عراقي ومندوب دائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة. من مواليد بغداد عام 1966، حاصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات والماجستير في إدارة الأعمال. ينتمي إلى عائلة سياسية فيلية مناضلة، وهو الابن الأصغر للسياسي والتاجر الكردي المعروف عبد الرحيم الفيلي. الفيلي كان من أبرز الناشطين بين الجالية العراقية في أوروبا، مدافعاً عن حقوق الشعب العراقي وحريته أبان حكم النظام البائد، مطالباً بعراق ديمقراطي. إلى جانب خبراته في التفاوض والتحليل السياسي والإدارة العامة، شغل مناصب دبلوماسية رفيعة، أبرزها سفير العراق لدى اليابان من عام 2010 وحتى عام 2013، سفير العراق لدى الولايات المتحدة من عام 2013 وحتى عام 2016، المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح من عام 2018 وحتى عام 2019، سفير العراق لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية من عام 2021 وحتى عام 2025، مندوب دائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة منذ تموز عام 2025. ألف كتباً وبحوثاً باللغتين العربية والإنجليزية، وله إسهامات صحفية ومقالات وآراء منشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية. تركزت كتاباته على قضايا الإصلاح والديمقراطية وحقوق المواطن العراقي، بما في ذلك شؤون الأقليات ومسؤولية الدولة. يتحدث اللغات العربية والكردية والإنجليزية بطلاقة. يعد السفير لقمان الفيلي واحداً من أبرز الوجوه الدبلوماسية التي ساهمت في رسم صورة العراق على الساحة الدولية.